بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا قمر كده تعالى اعلمك ازاي تعملي بهارات اللحمه في البيت، حاجه كده فاخر بالاخر. يلا بينا على الفيديو. هاتي معلقه كده حبهان مليانه، واحده جوز الطيب، ومعلقتين فلفل اسود، ومعلقه صغيره كده قرنفل، ومعلقتين كبار كده كبابه صيني، وهاتي جنزبيل وقرفه وورق لوري، وهاتي زر وردي بقى ده اضافي، ده بص بقى حاجه بتخلي لك البهارات في حته تانية. هاخد بقى جوز الطيب وانزل كده على طاسه كده تكون موطيه النار عليها، واخدها تكسيره كده معايا في الهوني في اي حاجه كده، كسريها تكسيره عشان ما تنزل مطحنه، وتروحي واخداهم كده على النار حوالي 5 دقايق على نار هاديه لحد ما تشوفي كده دخنه خفيفه خارجه منهم. تروحي سايباهم بقى على جنب كده يبردوا، ويلا بقى تنزلي على المطحنه بتاعتك. ما تنزليش البهارات في المطحنه سخنه. واروح واخده بقى المطحنه بتاعتك بقى ايا كانت عندك، انزلي لي بقى عليهم. اهم حاجه تكوني كسرتي جوز الطيب. يلا بقى اديهم طحنه كده حلوه، وخديهم بقى ايه، شيليهم بقى ببطرمانك، واكتبي عليه ده بهارات اللحمه. وانسي بقى يا قمر، حاجه كده هتلاقيها في بيتك، حاجه كده تحفه. يلا بينا نعمل بقى بهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي بقى بتديكي بقى نكهه، هما توابلها كتير شويه بس حاجه كده جميله. وهتعرفي بمعنى البهارات من البهارات اللي بتجيبيها من السوق. اول حاجه كده معايا كمون وكزبره وحبهان وفلفل اسود، كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف. وعندك جنزبيل وبابريكا وكركم او كاري ورق لورا وبصل بودره وتوم بودره. هنزل بكل التوابل اللي انا قلتها دي. ممكن تبدلي الفلفل الاسود في الفراخ بفلفل ابيض لو انت مش بتحبي نكهه الفلفل الاسود، او مش عايزاها تبقى مديلها غمقان شويه. بس من اللي بحب الفلفل الاسود نكهته اعلى شويه، حلوه كده في الفراخ. انزل بقى بالحاجات بتاعتي بقى تحميصه، واروح واخداهم يبردوا كده، واروح حطاهم في المطحنه بقى، واتفرجي بقى على الجمال وعلى الريحه اللي هتبقى في بيتك. تعالي بقى نعمل ايه، 7 بهارات. بهارات الموسم دي بقى بتتحط بقى في نكهات كتير، في جميع اي حاجه بتتبليها بتدخليها ممكن. نيجي بقى ايه، معايا فلفل اسود وكمون وكزبره، واحده جوز الطيب وقرنفل وحبهان وقرفه. هما ال7 بهارات دولت الاساسيين بتوع ال7 بهارات، مفيش احلى ولا احسن منهم. باخدهم بقى تحميصه كده على النار، نفس الطاسه اللي انا كنت عامله فيها كل البهارات اللي فاتت. باخدهم كده تحميصه حلوه، واروح بقى مديهم تقليبه لحد ما تلاقي دخنه خفيفه خارجه كده، بس تكون النار متوسطه. شايفه الدخنه اللي عدت دي؟ بس بروح سايباهم بقى يبردوا وانزلهم بقى في المطحنه بتاعتي. لو عندك القرفه عيدان، خدي لك كده حوالي عودين، ما يكونوش كبار قوي، وكسريهم تكسير كده برضو مع جوز الطيب، وطحنيهم بقى في قلب المطحنه بعد ما تحمصي كله على النار. واتفرجي على احلى بقى، احلى بهارات بتعمليها ببيتك، وهتعرفي الفرق بين البهارات دي والبهارات اللي بتشتريها. هتشوفي بقى النكهه الجميله بقى، واحفظيها بقى في التوابل بتاعتك.